بعامل ابني بكل حب واهتمام وبخاف عليه جدا، بس هو حاد معايا وعصبي، ومهما اكلمه واقول له عيب اسلوبك ده معايا مش بيهتم بزعل منه قوي. دايما بدعيله بالهداية بس مش عارفة اعمل معاه ايه. انا اب، فهتكلم مع حضرتك براحتي شوية واستاذن حضرتك استسمح في سعة صدر حضرتك. ساعات حبنا لولادنا بيخلينا بننصحهم كتير وبنلومهم كتير وبنعدل عليهم كتير وهم مش جاهزين، وبيبقى الانسان بيعمل كده بدافع الحب والخوف ونفسه يقرب لربنا واولاده ونفسه يبطلوا حاجات غلط بيعملوها، فبيضغط عليهم اكتر من وسعهم وطاقتهم، فبنتفاجئ برد فعل ديفنسيف جدا، دفاعي وهجومي، وهم اصلا في سن في فوران للهرمونات وسن رفض للتوجيه، سنهم طبيعي الشباب كده. عشان كده اقتراحي على حضرتك تقليل النصح وتوجهي الاهتمام للدعاء. قللي النصح شوية وقللي المواجهات والتعديل على سلوكه واسلوبه وتصرفاته. ما تنصحيهوش كتير بالعبادة وادعيله. لو عايزاه يصلي فكريه، قولي له يا فلان الاذان اذن، بس ما تقوليش صليت ولا لا، وما تقوليش يلا صلي ولو ما جاش تزعلي، لا قولي يلا يا اولاد هنصلي خلاص، يلا يا ولاد اللي عايز يصلي يلا. لكن لو قلت له يلا قوم صلي معايا وهو بالسلوكيات دي دلوقتي ممكن خلاص بقى يا ماما بقى خلاص حاضر هقوم بعدين يا حبيبي الاذان اذن انت هتاخر الصلاه يا حبيبي، تاخير الصلاه حرام. حلو، وده دورنا. ولو حضرتك سالتني يا ريت كل الناس تبقى زي حضرتك وتفكر ولادها، بس لو هو هجومي عليكي يبقى خلاص، يبقى هنغير بقى خطه ونقلل النصح ونركز في الدعاء ونذكره بالعباده ونخلي فيه سلام في المعامله. وصدقيني بركه القرش الحلال واخلاص حضرتك هيقرب لربنا ان شاء الله، وربنا يرضيكي عنه كمان وكمان.